محمد أبو تريكة اتولد في قرية ناهية في الجيزة في أسرة متواضعة جدا. عشان كده بقى عامل باليومية في مصنع طوب عشان يساعد أهله ويكمل دراسته. الكورة هي كانت الحاجة الوحيدة اللي كانت بتهون عليه أيامه. كان بيلعبها في النوادي، في المراكز، وحتى الدورات الرمضانية. وفي يوم صاحبه مجدي عابد قال له إن في اختبارات في الترسانة، وفعلا راح تريكة ونجح فيها. وفي عمر 17 سنة لعب في الفريق الأول للنادي، وكان ليه دور كبير جدا إن الترسانة يصعد للدوري الممتاز، وكان هداف الفريق في سنة 2003. في الوقت ده بدأت كل الأندية تهتم بيه وتحاول تتعاقد معاه زي الزمالك وإنبي، لكن تريكة دايما كانت عينه على النادي اللي بيحبه. وبمساعدة بيبو انضم تريكة للنادي الأهلي. وفي يوم كان تريكة في العمرة وهو خارج من المسجد النبوي لقى باب مكتوب عليه 22، فقرر لما يرجع يختار الرقم ده عشان يكون رقمه في الأهلي. عصر تريكة كان العصر الذهبي في الأهلي. استعان النادي في الوقت ده بالمدرب مانويل جوزيه، وتعاقد مع محمد بركات والنحاس وإسلام الشاطر ومتعب، وكمان كان رجوع أسامة حسني. قدرت المجموعة دي تحقق مع الأهلي بطولات لسه محدش وصل لها. فاز الأهلي معاهم بالدوري بعد غياب 4 مواسم، وكمان بطولة كاس مصر وبطولة دوري أبطال إفريقيا في نفس السنة. وبعدها لعب الأهلي في كاس العالم للأندية في اليابان، حتى السوبر الإفريقي فاز بيه. أبو تريكة فضل مع الأهلي 7 مواسم، حقق معاه إنجازات ما تتكررش: بطولة الدوري 7 مرات، كاس مصر 3 مرات، كاس السوبر المصري 4 مرات، ودوري رابطة الأبطال الإفريقية 5 مرات، وكمان السوبر الإفريقي 3 مرات، وكاس العالم للأندية 5 مرات. بعد أحداث بورسعيد اتأثر تريكة نفسيا جدا، وساعتها قرر يجرب الاحتراف برا مصر، وفعلا انضم لنادي بني ياس. وفي مايو 2013 رجع تريكة تاني للأهلي، وفي نفس السنة قرر الاعتزال، لكن استمر بضغط من النادي بسبب ارتباطات النادي بالمباريات الإفريقية وكمان بطولة كاس العالم للأندية في المغرب. وفي مساء يوم 18 ديسمبر سنة 2013 أعلن تريكة اعتزاله كرة القدم، وبعدها تعاقد مع قنوات بي إن سبورت لتحليل مباريات كاس العالم. خلال مسيرته في كرة القدم كان تريكة معروف دايما بأخلاقه العالية بره وجوه الملعب. كمان كان ملتزم طول الوقت بقواعد وأخلاق اللعبة طول مسيرته من غير بطاقة حمراء واحدة، وكمان مشاركته في التضامن مع الأحداث الخاصة بالمسلمين في كل مكان. لعب تريكة في مباراة ضد الفقر اللي انضم فيها لرونالدو وزان و40 من نجوم الكرة العالمية من أجل تبرعات لمحاربة الفقر. أبو تريكة اللاعب الأكثر تهديفاً في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 33 هدف، اللاعب الثاني على مستوى التهديف للمنتخب في تصفيات كاس العالم بعد محمد صلاح، اللاعب الأكثر تهديفاً للأهلي في البطولات الأفريقية، وكمان احتل المركز العاشر في قائمة هداف العالم لعام 2008، ثالث أفضل هداف في بطولة كاس العالم للأندية لكرة القدم، أكتر لاعب شعبية في العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم مرتين على التوالي 2007 و2008، اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ كاس العالم للأندية برصيد 11 مباراة. تريكة ما كانش لاعب، تريكة كان إحنا، كان زعلنا وفرحنا وحماسنا في الماتشات، كان الكرة اللي نحب نشوفها في مصر. كان واحد مننا، من بلد زي أي بلد واحد فينا. ما شفناش بس معاه اللعبة الحلوة، شفنا معاه الأصول والأخلاق اللي في بيوتنا. عشان كده هيفضل تريكة أقرب لينا من